السلام عليكم متتبعي الاوفياء ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم كوكيز. اذا غادي نحتاج 150 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده، ومن بعد كنضيف 150 غرام ديال السكر يكون بني راه موجود، ومن بعد ما كنضيف سكر بني كنزيد نضيف عاوتاني 100 غرام ديال سكر ابيض يعني سنيده معروفه دي حاجه باينه. ومن بعد كنخلطوا الخليط مزيان، الزبده مع السكر البني والسكر الابيض حتى كيندمج وكنجمعوه. ومن بعد عاوتاني كنزيد بيضه وحده وكنضيف نكهه الفانيلا او خماره بيضاء اللي موجود عندنا في الدار حسب الاختيار. وكنعاود نخلط الخليط ديالي مزيان، ومن بعد كنضيف 113 غرام ديال الدقيق الابيض يكون حتى هو نوعيه جيده، ومن الافضل باش تغربلو كما كندير حتى انا باش ما يبقوا لي دوك الحبيبات في الدقيق ديالي. وملعقه صغيره مع مرش ديال خماره وقبصات ديال الملحه حتى هما كنغربلهم كما العاده. ومن بعد كنضيف 170 غرام ديال الشوفان. راه كنتمنى ان كلشي واضح عندي في الفيديو. من بعد ما كندير المقادير ديالي كامل كنبدا نحرك الخليط ديالي مزيان، ومن بعد كنضيف عليه حبيبات ديال الشوكولات يكونوا سوداء كحلين كما واضح، راه كلشي واضح في الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديالي ما يكون ينال الاعجاب ديالكم. ومن بعد كناخذ الطاوه كنبدا ندير العجين على شكل دوائر، كنقوم بنفس العمليه حتى كنسالي العجينه. وهنا كنكون شعلت على الفران من قبل على درجه حراره 180 درجه حتى 135 درجه. ومن بعد ما كنسالي العجين ديالي الدوائر كندخل الطاوه باش يطيب ليا كوكيز ديالي. وهذا هو الشكل النهائي ديالي ديال الكوكيز. هكذا كنكون وصلنا نهايه الفيديو، وكنتمنى يكون ينال الفيديو ديال اليوم